ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه يويو مجدي هاند ميد. النهارده هنكمل طريقه عمل اليد العاليه. زي ما انتم شايفين الشنطه دي انا كنت جهزت الكفر بتاعها، وهنا اللي بنعمل القفل، وهعمل اليد بتاعتي العاليه على الجزء بتاع الكفر القفل ده. هشتغله ازاي؟ بسيب دور دايما، يعني احنا اي حاجه بتتقفل بسيب دور وبشتغل الدور اللي بعده عشان ادي مساحه للفتح والقفل زي ما انتم شايفين كده. وهشتغل من بداية يعني من نهاية الوحدة الأولى، يعني بداية الوحدة التانية هشتغل في الخرزة دي، وهوريكم هنشتغل ازاي. هدخل الخيط في الخرزة دي وهكون قصة خيط طويل على قد ما اقدر. هنا هنحتاج فرنج 1.5 متر ولا حاجة من الخيط علشان يكفي معانا اليد بتاعتنا. شايفين انا دخلت الخيط في الخرزة دي، وهشد ان انا اخلي طرفين الخيط في ايدي بالشكل ده، وهاخد طرف منهم وليكن اللي على الشمال علشان اجيبه لليمين. هحط في الطرف الشمال ده ال3 خرزات بتوعي زي ما احنا متعودين، الوحدة 4 خرزات، فانا اوريدي عندي الخرزة اللي تحت، يبقى هضيف عليها 3 خرزات عشان اقفل الوحدة بتاعتي، وفي نفس الوقت هتجه للاتجاه الناحية التانية. هرجع الخيط في اخر خرزة زي ما احنا متعودين عشان اعمل عقدة القفل بتاعتي بالشكل ده، واشد منها طرف الخيط التاني عشان يتكون العقدة بتاعتي اهو، بس في الجنب او العقدة تكون جانبية، وكده ابقى عملت اول وحدة او اول جنب من الوحدة بتاعتي الاولانية اللي انا هشتغل بيها الارتفاع بتاع اليد بتاعتي. بقى عندي خيط تحت اهو وخيط فوق. الخيط اللي تحت زي ما احنا متعودين بدخل على الخرزة اللي عليها الدور الجانبية بتاعتي اهي، هدخل فيها الخيط، وهيبقى اوريدي الخيط عندي كده في خرزتين، وهيبقى مطلوب ان انا اضيف خرزتين كمان. هنضيف الخرزتين فين؟ هنضيف الخرزتين في طرف الخيط اللي معانا على الشمال او اللي هو لفوق، علشان اقفل برضو تقفيل الخيط هيكون جانبي معايا عشان لسه هلف داير ما يدور الوحدة اللي احنا شغالين فوقيها. شايفين اهو؟ يبقى الخيط اللي فوق ده هضيف فيه الخرزتين اللي عليهم الدور بالشكل ده، واقفل في الخرزة التانية واقوم عاملة العقدة بتاعتي. خليكم ماشيين معايا خطوة خطوة، هتعملوا اليد الرباعية بكل سهولة في اي شنطة تطلب منكم. هنمشي زي ما قلنا داير ما يدور الوحدة اللي احنا بدأنا الشغل عليها، وبالتالي انا عندي برضو خيط فوق وخيط تحت. الخيط اللي تحت ادخله في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور تحت، وطبعا انا بشد الخيط كتير، انا عاملاه الخيط طويل، ان انا بحب ان اليد بتاعتي تكون خيط على بعضه، ما بقاش كل شويه بقص وبربط وكلام من ده وتبقى اليد معرضه انها تتفك. فبفضل انه لو اقدر ان انا ابقى حاكمه اليد بتاعتي بخيط واحد بعمل كده. هشد الخيط، والخيط اللي معايا لفوق هضيف فيه الخرزتين اللي عليهم الدور بنفس الفكره بالظبط اهو بالشكل ده، واقفل العقدة بتاعتي كده. اوريدي عملنا 3 جوانب متظبطين معايا كده، يبقى عملنا ال3 وجوه، لسه الوجه الرابع. وزي ما احنا معانا الخيط فوق وخيط تحت، بس الخيط اللي تحت هنلفه داير ما يدور في الخرز اللي عليه الدور، يعني هنطلع لحد الخرزة اللي فوق، بمعنى ان انا هدخل في الخرزة الجانبية اللي عندي تحت اهو، وكمان هدخل في الخرزة اللي بعدها جنبها فوق. يعني انا كده بدخل في 3 خرزات، او بمعنى اصح الخيط بقى عندي طالع من 3 خرزات وباقي الخرزة الرابعة بس. هضيف الخرزة الرابعة في اي طرف خيط من اللي معايا، واقفل العقدة بتاعتي واشد الخيط
وكده يبقى تكون معايا اول ارتفاع زي ما انتوا شايفينه، الوحدة داير ما يدور، الرباعية من هنا ومن هنا ومن هنا. طيب عشان نرتفع الدور اللي فوق لازم الخيط يلف معايا، فمثلا انا زي ما كنت ماسكه كده الخيط على الشمال عايزه الفه لليمين، يبقى الخيط اللي على الشمال ده هحط فيه ال3 خرزات اللي عليهم الدور عشان ابدا ارتفع الدور الجديد. واعمل العقده بتاعتي واشد الخيط اهو كده، ارتفعت جنب في الدور الجديد بتاعي. الخيط هيظل دايما معايا خيط فوق وخيط تحت، الخيط اللي تحت هدخله في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور تحت، والخيط اللي فوق انا كده اهو كأن معايا خرزتين اوريدي، الخيط اللي فوق هضيف فيه الخرزتين اللي عليهم الدور، ونقفل في الخرزة التانية. يعني هنكمل بنفس بقى طريقة الشغل اللي احنا بنشتغلها في العادي، بس هفضل اشتغل دايما داير ما يدور فوق فوق كل وحدة او كل مربع انا بشتغله او بعمله، بفضل ارتفع بنفس الطريقة واكمل داير ما يدور لحد ما بعمل الطول بتاعي اللي انا عايزاه. برضو هنا اهو هدخل في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور تحت، ويبقى بالتالي انا الخيط عندي في خرزتين، يبقى الخيط اللي فوق هضيف فيه الخرزتين اللي عليهم الدور. ونقفل العقدة بتاعتنا، ونفس الكلام هتلاحظوا دايما في الوحدة النهائية اهو لما نلف كده ان دايما بتبقى تكون عندي 3 خرزات وباقي بس الخرزة الرابعة ان انا اضيفها من فوق. فبالتالي هنعمل نفس اللقطة المرة دي برضو، ان انا هدخل الخيط في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور تحت، وعلى طول هدخلها كمان في الخرزة اللي جنبها فوق، ونسحب الخيط لفوق. هيبقى كده عندي الخيطين فوق وداخلين في 3 خرزات، يعني باقي ان انا اضيف الخرزة الرابعة بس. وانتوا شغالين هتلاقوا الموضوع شغال يعني جاي معاكم دايركت، من يعني انا بحاول ان انا اشرح لكم كلاميا، لكن وانتوا شغالين هتلاقوا الموضوع ظاهر وواضح، والحاجة متضافة بشكل ان هي ماشية ماشية ورا بعضها بسهولة خالص تقدروا تنفذوها. هنحط كده الخرزة الرابعة اهو بالشكل ده. اوريدي اهوت ده شكل الارتفاع لما ارتفعنا قطعتين، ونقدر نرتفع لحد ما نيجي للدوران الناحية التانية، وساعتها نشوف مع بعض طريقة القفل، لان القفل برضو مهم جدا وفيه تفاصيل بسيطة. جينا اهو انا عملت كده عدد الوحدات اللي يكفي معايا حوالي من 12 ل 13 وحدة، ووصلنا ان انا عايزة اقفل بقى الجزء ده هنا قصاده في المربع اللي قصاده هنا في نفس المكان اللي احنا زي ما كنا بادئين، عايزة انهي في نفس اللقطة من الناحية التانية. طيب بحاول ان انا اجيب الجزء ده على الوحدة اللي المفروض اقفل عندها علشان اشوف الخيط عندي منين لفين عشان اشتغل. فانا الخيط عندي كان النهاية بتاعته داخلية، يعني انا هشتغل في الوحدة عندي اهو، بس هبدأ في الخرزة الداخلية اللي جوه. طيب انا كده عندي خرزة فوق وخرزة تحت، والمفروض ادخل الخيط في الخرزة دي شايفين عشان اكمل داير ما يدور على المربع ده. طيب بس انا عندي خرزة فوق بس وهنا خرزة تحت، يبقى انا محتاجة اضيف خرزتين، يبقى انا هضيف في طرف الخيط ده خرزة مع الخرزة اللي فوق عشان تعمل معايا الجزء اللي هو الثلاثي ده، وادخل في الخرزة اللي عليها الدور تحت اللي هي اللي في اتجاه الموازي معايا لليد فوق، وخرج الخيط اهو، وهحط كمان الخرزة الرابعة وعشان اعمل العقدة بتاعتي واقفل اول جزء من ناحية القفل بتاعي عشان يبقى 4 خرزات. اول لقطة دي دايما في القفل بتبقى رخمة شوية،
بعد كده تظبيطها بيبقى سهل اهو. حطيت كده الخرزة الرابعة، يبقى انا خرزتين حطيتهم على الجنبين مع الخرزتين الموجودين فوق وتحت، واحاول اشد العقد على قد ما اقدر، ومش شرط تظبط معاكم من اول مرة، مفيش مشكلة، اكمل شغل وهتظبط لما نشد الخيط في تاني عقدة كمان معاه. انا بحاول بس اظبط اشد الخيط قدر الامكان اهو. بقى معايا خيط فوق وخيط تحت، شايفين؟ طيب هعمل ايه؟ هدخل الخيط اللي فوق في الخرزة اللي عليها الدور فوق هنا، والخيط اللي تحت في الخرزة اللي عليها الدور تحت، واضيف الخرزة الرابعة. ان انا اوريدي هيبقى معايا كده كأن معايا 3 خرزات، فهشد الخيط تاني على قد ما اقدر. معلش هي بتبقى رخمة شوية من فكرة ان انا اصورها، بس بحاول ان انا اعملها معاكم. الخيط اللي تحت هدخله في الخرزة اللي عليها الدور تحت، طلع الطرف اهو، والخيط اللي فوق هدخله في الخرزة اللي عليها الدور فوق، وزي ما قلنا كده كأن معايا 3 خرزات، يبقى انا محتاجة ان انا اضيف الخرزة الرابعة بس اهو كده بدأت تبان شوية. بالشكل ده اهو. هجيب خرزة رابعة واقفل فيها، اعمل العقدة بتاعتي بالشكل ده واعمل العقدة بتاعتي، والمرة دي هتلاقوا بقى الخيط هيشد معايا اكتر، واليد هتبدأ تقف معايا اكتر، وهتبدأ تثبت معايا اكتر اهو. شايفين؟ بتكون واحدة هنا وواحدة هنا، وزي ما احنا ماشيين بقى خلاص حفظنا ان انا لازم انفذ ده داير ما يدور. نفس الكلام هيبقى عندي الخيط اللي فوق ادخله في الخرزة اللي فوق، والخيط اللي تحت هدخله في الخرزة اللي تحت، وهيبقى عندي كده واحدة من 3 خرزات. بقى الخرزة الرابعة بتاعتنا اضيف الخرزة الرابعة بتاعتنا. موضوع لذيذ جدا وبسيط، هو بس ان احنا لو بدأتوا مظبوط من مكان مظبوط ومشيتوا كل الوحدات وما فاتكوش ولا واحدة او حطيتوا عدد غلط، هتلاقوا الدنيا تمام جدا. والقفل بس هو اللي بيبقى تقيل شوية، بس لو مشيتوا مظبوط وركزتوا في عدد الخرز اللي احنا بنحطه هتلاقوا الموضوع سهل جدا اهو. كده خلاص اتعمل الاوجه بتاعتنا. باقي الوجه الرابع هتلاقوه دايركت اوريدي خلاص مع اضافة الخرز. انا عندي ال4 خرزات لكن زي ما انتوا شايفين كده منفصلين عن بعض، فهعمل ايه؟ هدخل فيهم بالخيط واعمل فيهم عقدة عادي خالص علشان اثبت الوحدة دي مع بعضها، ما تبقاش منفصلة بالشكل ده، وفي نفس الوقت انا كده ببقى باكد على الشغل بتاعي كمان. فهدخل عادي في الخرزة اللي عليها الدور فوق والخرزة اللي عليها الدور تحت. في الخرزة الرابعة هعمل العقدة بتاعتي او ان انا القفل بتاعي، فهعدي من الخيط هنا اهو. شايفين ان الخيط خلاص جبته عند الخرزة الرابعة بالشكل ده اهو. هاخد بقى الخيط اللي فوق الخيط اللي تحت، مفيش مشكلة ان انا بدخل الخيط من الخرزة دي وارجع ارجعه تاني علشان يتبقى عندي ايه دايرة الخيط اللي احنا بنعمل فيها العقدة بتاعتنا اهو بالشكل ده، ونعدي منها الطرف الخيط التاني اهو عشان نبقى عملنا العقدة بتاعتنا ونسحبها من الخرز. وهكرر نفس بقى اللقطة دي داير ما يدور في الوحدات بتاعتنا علشان ابقى عملت تثبيت اكتر لليد بتاعتي ما تتخلعش او يكون حركتها تكون شوية متماسكة. برضو زي ما احنا اتعودنا ان انا كده كده في اي حاجة لما باجي اقفل الخيط بقعد اعيد على الوحدات مرة تانية عشان ااكد القفل بتاعها او ابقى حكمت الغلق بتاع الاطراف بتاعتي او نهاية الخيط عموما. فبرجع تاني في الوحدة بتاعتي
واعمل عقدة جديدة الناحية التانية برضو. بان انا بدخل الخيط تاني وارجعه ونسيب الحلقة اللي بناخد منها طرف الخيط الاولاني وان احنا نعمل عقد. اعتقد كده الموضوع يعني سهل وجميل خالص. حاولت ان انا اعمله لكم فيديو منفصل زي ما طلبتوا مني عشان كل اللي فايته اي حاجة او فايته اي تكات واحنا شغالين الشنط بتاعتنا تكون العملية واضحة بالنسبة لكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لو لسه مفعلتوهوش عشان تتابعوا كل التفاصيل الجديدة اللي احنا هننزلها باذن الله والشنط الجديدة اللي احنا هنعملها. وان شاء الله بجهز فيديو جديد لشنطة جديدة. وزي ما وريتكم كده خلاص اليد بقت ثابتة جدا جدا وبقي طرف الخيط ده بس ان انا اقفله برضو في اكتر من وحدة علشان تبقى ثابتة اكتر. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم.